السلام عليكم. في هذا الفيديو ستتعرفين معي على أهم الأشياء التي تحدث خلال أول 24 ساعة بعد الولادة بالتفصيل الممل، من خروج الجنين إلى انتقالك للغرفة التي ستمكثين فيها إلى اليوم الموالي الذي ممكن أن يكون هو اليوم الذي ستخرجين فيه من المشفى. فهناك العديد من الأسئلة ستتبادر إلى ذهنك بمجرد الولادة. أولها مثلا وهو البطن، هل سيظل البطن منتفخ بعد الولادة أم سيختفي تماما؟ كم من الوزن سأفقد بعد الولادة مباشرة؟ النزيف أو نزيف النفاس أو دم النفاس، هل تكون غزيرة وتحتاج إلى حفاضات كبيرة أم ستكون كدم الحيض مثلا؟ هل سيستمر الألم بعد الولادة وكيف يمكنني التخفيف منه؟ هل يمكنني قضاء حاجتي أو التبرز أو التبول بدون مشاكل بعد الولادة؟ التغيرات في الثدي، وهل سيكون هناك حليب بمجرد الولادة مباشرة؟ وغيرها من الأسئلة التي ستتعرفين على إجابتها إن شاء الله في هذا الفيديو. أول شيء سأتكلم عنه وهو بمجرد خروج الجنين ماذا يحدث؟ سيقوم الطبيب باستخراج الجنين واستخراج كذلك المشيمة، وبعدها سيقوم بخياطة شق العجان إذا كانت ولادة بشق العجان، أو خياطة جرح القيصرية إذا كانت الولادة قيصرية. بعدها سيطلب منك المكوث في غرفة العمليات أو في غرفة الولادة لمدة ساعتين على الأقل. لماذا؟ في هذه الساعتين سيقوم بمراقبة النزيف. هل السيدة معرضة لنزيف ما بعد الولادة؟ ستقولين لي أكيد، فهناك نزيف دم النفاس. لا أتكلم عن دم النفاس، بل نزيف الولادة أو نزيف ما بعد الولادة الذي ممكن أن يكون سبب في وفاة العديد من النساء حول العالم. فكيف يمكننا التمييز بينه وبين دم النفاس؟ طبيعي جدا، فدم النفاس يشبه دم الدورة الشهرية ويكون لونه يعني أحمر غامق، فيما بين أو العكس الذي يكون عليه الدم الذي يكون بسبب نزيف يكون لونه أحمر يعني فاقع جدا، يعني كلون الدم الذي يخرج من العروق ومن الأوردة. فيقوم الطبيب أو الطبيبة أو الممرضة بالمرور عليك تقريبا كل ربع ساعة أو نصف ساعة لمراقبة هذا النزيف. فإن كانت الأمور طبيعية فسيطلب منك الذهاب إلى الغرفة الخاصة، أي سيقومون بإنقالك إلى الغرفة الخاصة، أكيد بعدما يكونوا قد راقبوا الحرارة وراقبوا كذلك الضغط. فعند الذهاب إلى الغرفة الخاصة بك أكيد سيكون هناك العائلة الخاصة بك، وستكون أو ستقوم الممرضة بإحضار الطفل إليك. فهنا يبدأ أول سؤال: هل يمكنني إرضاع الطفل بعد الولادة مباشرة؟ إذا كانت الولادة طبيعية فأكيد يمكنك الإرضاع مباشرة، ولا تتصوري أو لا تتخيلي بأنه سيكون هناك حليب في أول يوم بعد الولادة. فالحليب يبدأ بالإفراز أو الثدي يبدأ بإفراز الحليب في اليوم الثالث بعد الولادة. في أول يومين يكون هناك فقط ما يسمى باللبأ. هذا اللبأ كافي لإشباع الرضيع. لا تتخيلي بأن الرضيع لن يشبع من هذا اللبأ، فالرضيع سيشبع به لأن معدته تكون صغيرة جدا، فكميات قليلة من اللبأ ستقوم بإشباعه إن شاء الله. أما إذا كانت الولادة قيصرية فالأمر هنا يكون صعبا بعض الشيء. فهناك نساء من تستطيع أن تقوم بإرضاع الطفل مباشرة بعد الولادة، وهناك نساء من لا تستطيع. من يحدد هذا الأمر؟ يحدده أولا الطبيب الخاص بك، وكذلك الحالة الصحية العامة للسيدة، وهل لديها رغبة في إرضاع الطفل بشتى الوسائل بدون تقييد. فهناك نساء ما شاء الله من تكون قويات جدا، يعني تتحمل الألم وتتحمل شدة القيصرية وتقوم بإرضاع الطفل في أول يوم، وترفض تماما أن يأخذ طفلها الحليب الصناعي، وأنا أحيي هؤلاء النساء. بالنسبة للمشكل الآخر وهو الانتفاخ، فالرحم يتمدد خلال 9 أشهر، لذلك فهو من المتوقع أن تمر عدة أسابيع قبل أن ينكمش البطن إلى مكانه ووضعه الطبيعي. وتجدر الإشارة إلى أن الولادة القيصرية ستحتاج أو بطن الولادة القيصرية ستحتاج إلى وقت أطول مقارنة بالولادة الطبيعية كي تعود إلى طبيعتها. فنصيحتي لكم أن لا تقوموا بعمل مشد للبطن
مباشرة بعد الولادة. اتركوا عضلات البطن تنكمش لمفردها، وستنكمش وستعود البطن إلى طبيعتها، ليس طبيعتها 100%، لكن ستنكمش تلقائيا. وبعد مرور عدة أسابيع يمكنك عمل المشد، وكذلك يمكنك عمل التمارين الرياضية ورجيم خاص لإزالة البطن تماما. بالنسبة لمن تسأل كم من الوزن ممكن أن أفقده مباشرة بعد الولادة، فأول خبر جيد هو فقدان ما بين 5 إلى 7 كيلوغرامات من وزنك ووزن الطفل والمشيمة والسائل المحيط بالجنين، لكنك ستلاحظين أنك ما زلت تحتفظين ببعض الوزن الزائد الذي يكون أغلبه من الماء. بعد الولادة القيصرية ستشعرين بالقليل من التورم والانتفاخ بسبب السوائل التي حقنت في جسمك. ستفقدين كل هذا الوزن من الماء خلال الأسبوع الأول من الولادة من خلال التبول والتعرق الزائد. ستلاحظين هذا الأمر أي في أول الأيام بعد الولادة ستلاحظين بأن لديك رغبة زائدة في التبول، وكذلك ستلاحظين بأن جسمك يفرز العرق بشكل كبير جدا. بالنسبة لدم الحيض أو دم النفاس، فبعد الولادة الطبيعية أو القيصرية توقعي بعض النزيف بسبب إفرازات المهبل التي تسمى النفاس، والمكونة من بقايا الدم والمخاط وأنسجة بطانة الرحم المنفصلة. في العموم يكون النزيف في أول 3 إلى 10 أيام بعد الولادة، يعني يكون قوي نوعا ما ثم يخف تدريجيا، وهذا الأمر يختلف من سيدة إلى أخرى، لكن على العموم أول يومين بعد الولادة توقعي أن يكون النزيف يعني بصفة مهمة، ويكون أكثر تدفق بقليل من الدورة الشهرية. يعني إذا كانت الدورة الشهرية لديك غزيرة فتوقعي بأن دم النفاس سيكون بنفس الغزارة. لا تقلقي من تدفق مفاجئ للدم أو نزول كتل من الدم يكون متجلط، فهذا طبيعي. فإذا شعرت بأن النزيف غير طبيعي كما شرحت في الأول، يعني نزيف ذو لون أحمر فاقع، فقومي باستشارة الطبيب على الفور، بالخصوص في أول يوم بعد الولادة. بالنسبة للألم، فالألم ضروري، من الطبيعي أن تشعري بالألم بعد الولادة الطبيعية في شق العجان، وكذلك بعد الولادة القيصرية بعد مرور البنج أو بعد يعني ذهاب مفعول البنج. فبالنسبة للولادة الطبيعية أكيد ستشعرين بالألم في منطقة العجان، المنطقة الواقعة بين الشرج والمهبل. خففي من الألم بنقع هذه المنطقة في حمامات مائية دافئة أو وضع كمادات ثلج عليها. بالنسبة للولادة القيصرية فستكونين في فترة نقاهة من جرح البطن، وهو يتعافى مثل أي جرح بعد تدخل جراحي آخر. ممكن أن تشعري بالألم أو تقلصات في البطن أو في الرحم نتيجة رجوع الرحم إلى مكانه، أو تقلص الرحم أو انكماش الرحم إلى وزنه الطبيعي أو حجمه الطبيعي. كذلك ممكن أن يزداد هذا الألم مع الرضاعة الطبيعية، يعني كلما أعطيت رضيعك الثدي ستشعرين بأن الألم يزداد. هذا الأمر طبيعي لأن الرحم كما قلت يعود إلى مكانه الطبيعي وينكمش إلى حجمه الطبيعي. بالنسبة لمشكل قضاء الحاجة بعد الولادة الطبيعية قد تشعرين بألم أثناء التبول أو التبرز بسبب الردود في المثانة وألم العجان ناتج أكيد عن الولادة. أما البنج في الولادة القيصرية فقد يسبب الإمساك، وهذه العوارض قد تعرضك للإصابة بالبواسير، مما قد يزيد الأمور تعقيدا. الحل المثالي لهذه الحالة وهو شرب الكثير من الماء بعد الولادة لتسهيل قضاء الحاجة، واطلبي من الطبيب أن يعطيك ملينات لكي تساعدك على إخراج البراز أعزكم الله بشكل سلس ودون مشاكل في الإمساك. الإمساك ممكن أن يحدث لجميع النساء سواء كانت طبيعية سواء كانت الولادة طبيعية أم قيصرية، فتوقعي أن تصابي بالإمساك. كما قلت ضروري من طلب ملينات من الطبيب كي لا تعاني من هذا المشكل. هذه هي أهم التغيرات التي ممكن أن تحدث خلال أول 24 ساعة من الولادة. لا تنسي أن تتركوا لي في التعاليق التغيرات التي شعرتم بها بعد الولادة ولم أذكرها، وكذلك الأسئلة الأخرى التي تريدون أن أجيب عليها في فيديوهات مقبلة. ألقاكم إن شاء الله في فيديو